ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جايبه لكم بصل. طب بصل يا ام ياسر هتعملي بيه ايه؟ تعالوا مع بعض وهنعمله سوا ان شاء الله. هنسمي بسم الله ونقول ايدك يا رب معانا. انا عندي كميه بصل. طبعا احنا في الشتاء وفي شهر 2، في اول 2 عليكم بخير، يعني مفيش خزين ولا اي حاجه. كل ده اللي احنا مخزنينه احنا وحبايبنا، ماشي؟ سواء بصل ابيض سواء بصل ايه اللي هو الاحمر، ماشي؟ طبعا انتوا بتشوفوا بصل طبعا يبوظ يضرب بيزرع. كل ده هنعمله مع بعض كمان من غير الناس الموظفة او معاها اطفال صغيرة او مش فاضية. ستات البيوت بتعمل دوت اكتر من الموظفين واللي معاهم اولاد صغيرة. ليه؟ بيبقى سهل. انا بالنسبة ليا ربنا يخلي عيالي كبار، بس بيجي لي سهل، بروح معاملاه واروح حطاه في التلاجة. هعمل ايه؟ همسك البصل، انا بوريكم سواء ابيض او احمر، ماشي؟ وادي لك اهو البصل اللي يطلع منك بالشكل ده ما ترموهوش، برضو تخرطيه. والبصل اهو اللي قلت لكم عليه، شفتوا بيزرع ازاي؟ كم واحده زرعت، انا قلت اوريها لكم وايه وهنعملهم مع بعض. هجيب البصل ده واروح ماسكاه مخرطاه كده اهو، واروح مطلعه اللي هو الراس بتاعتها، ماشي؟ واروح ايه مقطعه. بصوا حبايبي اهو، مقطعين مكعبات، تقطعي مكعبات اهو. اعملي الكميه اللي انت عايزاها، اهم حاجه حوش الراس دي. تقطعي الكميه اللي انت عايزاها من اول نص كيلو يا رب 10 كيلو، وعلى حسب المكان اللي عندك في التلاجة، ماشي؟ معاكي فريزر، معاكي تلاجة صغيره، اعملي. انا هعمل الابيض ده لوحده والاحمر لوحده، ماشي حبايبي؟ واحده هتقولي طب انا معيش تلاجة مثلا كبيره يا ميسه ولا اي حاجه، اعملي بالطلب يا حبيبتي، بالطلب وايه واعمليه. بص انا بحوش الراس بتاعتها اهي، هوريها لكم تاني اهي، شايفينها اهي اهي. وبحط جنبي في الحوض هنا وبعد كده انضف اهو يا حبايبي. تقطعيه مربع اهو، بصوا اهو، ماشي حبايبي؟ اهو انا كل اللي هعمله ان انا هخرط شويه معاكم وهقول لكم هنعمل فيها ايه دلوقتي، ماشي؟ هخرط دي وهجيب الكبه واقول لكم هنعمل ايه. بصوا حبايبي اهو، جبت الكبه انا وبكمل معاكم اللي هو التقطيع، المكعبات اي تقطيعه انت عايزاها حطيها، ماشي؟ كده كده هتتفرم. وهنجيب كبه زي دي وهنروح عاملين كده اهو اهو، ماشي؟ اهو هنسمي بسم الله. شايفين الخرطه اللي انت عايزاها دي؟ براحتك انت بقى، عايزاها صغيره عايزاها كبيره عايزاها وسط، براحتك انت حسب ما انت عايزه. انا بطفي واولع ليه؟ عشان مخليهاش ناعمه قوي، على حسب ما انا عايزه، ماشي؟ وكل تخريطه وكل ضربه بتضربيها في الكبه تعرفي ان انت هتعملي بيها كل حاجه، يعني ظبطي حالك وظبطي اللي انت عايزاه. بصوا انا هوريكم اهو، شايفينها؟ بصوا حبايبي، استنى اجيب معلقه واوريكم. بصوا شايفينها اهي، بصوا التقطيعه، شايفينها يا جماعه اهي؟ بصوا حبايبي اهي اهي الخرطه اللي انت عايزاها، بس لما تيجي تخرطيها عشان ده هنشيله في التلاجة يبقى خرطه واحده، عشان لما تيجي تعملي اي نوع اكل يعجبك او الطلب اللي انت عايزاه تبقى خرطه واحده، ما تبقاش كبيره ولا صغيره، لان لما بتبقى صغيره قوي قوي كده بتبقى مش حلوه، ماشي؟ وكبيره برده مش حلوه. بصوا الخرطه دي وسط برضو، دي ترجع لك انت. طب دلوقتي هجيب ايه؟ صينيه زي كده اهو، واروح مفضيه فيها واروح عامله، ماشي؟ اهو يا حبايبي، بصوا اهي، شايفين اهو؟ بصوا البصل اهو. هعمل معاكم شويه تاني واعمل بقى الباقي ده كله واوريه لكم في الاخر، بس هعمل معاكم شويه تاني اهو لحد ما اقول لكم انا هعمل ايه تاني. بصوا حبايبي زي ما قلت لكم انا بعمل ايه، بجيب كميه البصل كلها ببركه ربنا واروح ماسكاها منضفاها وغسلاها. طبعا انا ما جبتش تقشير البصل عشان انتوا ايه بتبقوا عارفين ومقشرين وزي الفل. هتجيبي تقطعي زي ما انا قلت لك كده اهو وتحوشي الراس دي، ماشي؟ وتروح حطاها، والراس دي كمان اهي زي ما انا وريتكم. وبعمل ايه بقى بعد ما انا انضفه زي كده اهو؟ بروح جايبه صينيه كبيره واروح مخرطاه كده مكعب، اجهز كله، يعني ده لوحده ده لوحده وده لوحده، تقشيل لوحده والغسيل لوحده، واحوش الراس بتاعتها لوحدها واروح مخرطاه كده بمكعب لوحده واروح حاطاه في الكب على طول، يبقى عندي جاهز. لكن انا عشان اوريلكم مرحله مرحله بحس ان ايه لازم اعرفكم. بصوا حبايبي اهو، شايفينها اهو؟ هاجي
هروح ضرباه برضو زي ما انا وريتكم. مش هحط له اي حاجه، لا بحط له ملح ولا احط له توابل ولا اي حاجه خالص. كل اللي انا بعمله، انا بحطش البصل بس اللي بيقع ده، كل اللي انا هعمله ان انا ايه بطحنه معاكم بس اهو. ماشي اهو اهو يا حبايبي. بصوا تفصلي وتشغلي تفصلي وتشغلي لحد ما تعرفي الفرمه اللي انت عايزاها. بس انا كل اللي هعمله ايه ان انا هقطع كل افضي ده بس الاول اوريهولكوا برده تاني. ماشي حبايبي. بصوا اهو، واروح جايبه الصينيه. بصوا اهو، شايفين اهو، شايفين ببركه ربنا اهو. بصوا كلها فرمه واحده، لا في كبير ولا صغير. مش اهم حاجه حطي الطلب على قد ما الكبه تشيل. طب واحده هتسالني دلوقتي وتقول لي ما ينفعش خلاط، اقول لها لا بصراحه. لو عايزه خلاط هتضطري تحطي له شويه ميه طبعا، والبصل ما ينفعش احط له ميه غير لما تيجي تعملي صينيه بطاطس. ماشي، دي حاجه. واحده هتقولي دلوقتي طب ما هو ريحته مش هتطلع يا ميسر، لا ولا اي حاجه خالص. ماشي، انا كل اللي انا هعمله ان انا هشيل دوت. بصوا الكميه اللي انا عملتها معاكم، شايفين حبايبي دي اهو. همسكها هقطع الراس بتاعتها زي ما وريتكم، وهخرط الابيض ده لوحده واوريهولكم. ماشي حبايبي. البصل اهو ببركه ربنا. بصوا بعد ما خرطته خالص في الكبه وقطعته، بصوا يعني تقطيعه اللي انت عايزاها، مش اللي انا بقولك عليها، لا على حسب راحتك انت، وانت اللي هتطبخي وانت اللي هتعملي. شايفين عامله ازاي؟ بصوا اهي، انا بحبها كده بصراحه. دي وسط بالنسبه ليا، لا كبيره ولا صغيره. ماشي حبايبي، التقطيعه اللي انت عايزاها. طيب واحده تقولي ما عنديش، زي ما قلت لك على السكينه وتروحي مقطعه، بس اوعي تتعوري على القطاعه، على حسب ما انت عايزه. شوفي الحاجه اللي انت ماشيه عليها ماشي. وممكن على مبشره على فكره السلي كده. انا اللي خلاني استليت النهارده عشان انا يعني عندي اكلي وعندي حاجتي وعندي كل حاجه. قلت ما اسلى في شويه البصل لما يكون انا فاضيه بعمل خزين بيتي. وادي الابيض اهو. بصوا حبايبي بعد ما عملته، هاتي هنا دقيقه واحده اهو يا حبايبي. بصوا ادي الابيض اهو اللي انا قلت لكم عليه، بس انا عامله كميه ابيض عشان كده انا ما عملتش كتير. والاخضر ده اللي هو الايه المزارع اللي قلت لكم عليه، ما ترموش برده. بصوا بيتفرم، بصوا بيبقى حلو قوي. ادي الابيض وادي الاحمر، واللي يعجبكم اعملوه واللي عندكم اعملوه. عندكم الخير كله يا رب. هنجيب شنطه زي دي صغيره او كيس، ماشي، وهنروح جايبين ونروح معبيينه طبعا خزين. انا ما حطيتش زي ما قلت لكم لا ملح ولا توابل ولا اي حاجه خالص. واحده هتقول لي طب احطي توم يا ميسر؟ لا ما انصحكيش تحطي توم دلوقتي. ماشي، ما انصحكيش. اللي هتعملي ايه خليه زي ما هو، ولما تيجي تطبخي اعملي توم فريش، قطعيه او دقيه افرميه اللي انت عايزاه وانت اثناء البصل. طب ماشي. واحده دلوقتي هتقولي طب البصل ما بيطلعش ريحه ولا بيدبل في الفريزر؟ لا يا حبيبتي، انت طلعيه، حطي الدهون، ماده الدهنيه سمنه او زيت اللي انت الاكل اللي انت بتعمليه، وتروحي مفضيه الكيس على طول حتى لو متلج هيفك وهتبقى كأني لسه فريش. بصوا بقى البصل ده على حسب ما انت عايزه، الكميه اللي انت عايزاها والطلب اللي انت عايزاه تروحي عاملاه على حسب طلبك. يعني انا حطيت الشويه دول، بصوا اهو دولت الطبخه بتاعتي. هجيب كيس تاني واروح ايه معبيه، ده اسمه خزين. ماشي، وفي نفس الوقت زي ما قلت لك مش لازم الموظفين والعيال، لا يا حبايبي، انا اهو بحب خزيني يبقى جاهز على طول، عشان وقت ما يكون الجو ساقع ولا الدنيا نطره او مكسله افتح التلاجة اطلع كيس واعمل اكل يبقى حاجتي جاهزه، مش لسه اشيل هم البصل اقشر واخرط واعمل، لا. وفي نفس الوقت عشان اللي عينيهم بتحرقهم، يعني زي بناتي انا وزي اختي بصراحه عينيها بتحرقها قوي من البصل، لا طب ما انا اخرط كميه، او بناتي مثلا يقشروا يخرطوا كميه ويخزنوها في التلاجة زي كده. ماشي، اي واحده ساعات بتبقى عينيها حرقاها من البصل، وزي ما قلت لكم ما بيطلعش ريحه، بس انت تخرطي من هنا وتروحي معبيه من هنا، مش تركنيه وفي الاخر تقولي طريقه ام ياسر وحشه. لا يا حبيبتي، انا هعبي دولت، انا وريتكم اهو هعبي دولت انا معايا. ماشي، وهوريكم التانيه دي زي ما قلت لكم هعبوها، بس انا ما رضيتش اطول عليكم الفيديو. وادي الاكياس اللي انا عبيتها اهي، ماشي، وادي البصل وده خزين البصل. ومع ام ياسر مش هتيأسوا ولا تتضايقوا ولا تعملوا ولا تكسلوا.
ماشي حبايب قلبي. ادي البصل، خزين البصل. لكن توم انا ما بحبش اخزنه بصراحه، عايزين تخزنوا انتوا اقول لكم الطريقه بتاعتها. ماشي. بالف هنا وشفا ليكوا ولينا. ما تنسوش اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس يوصلكوا كل جديد من ام ياسر. على الفيس هتشوفوني ان شاء الله، على اليوتيوب هتشوفوني ان شاء الله. مع ام ياسر مش هتتعبوا، هتخزنوا البصل.